السلام عليكم، والصلاة والسلام على المصطفى. إن شاء الله جبت لكم وصفة خفيفة ظريفة إن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم. بسم الله، نبدأ بركة الله. اليوم إن شاء الله جبت لكم مسكوتشو، سموها مسكوتشو كاتو كما حبيتو. تليق فطور مع قهوة مع ضيافكم يعني، والله غير حاجة خفيفة وظريفة. بسم الله، نبدأ على بركة الله. كما راكم تشوفوا معايا هنا في ريسيبيو نحط يعني 8 بيضات، 8 حبات تاع بيض. انا هنا راح ندير صينيه كبيره تاع يعني تاع الكويزينير. لكن نتوما حبيتوا ديروا تاع الفور ولا تكون عندكم صينيه صغيره، يعني اقسموا الكميه على 2. ضفنا هنايا زوج كيسان غير ربع تاع سكر. لكن كانت صينيه صغيره يعني تعتمدي على كاس واحد، يعني من كل مكونات كما نقولوا كاس تاع سكر وكاس تاع زيت. انا هنايا حطيت زوج كيسان غير ربع تاع سكر. كما راكم تشوفوا معايا نضربهم مليح بالباطير ونطلعهم مليح. يعني هذه الخطوه اساسيه حتى انه البيض تاعنا يخف. كما نقولوا شوفوا القوام تاعو كيفاه يعود، يعني هذه يعني تساعد كما نقولوا انه المسكوتشو تاعنا تيجي خفيفه. كما راكم تشوفوا معايا هنايا نضيفوا الكاس بنفس الكاس يعني اللي كاين به السكر، نضيفوا به الزيت تدريجيا. هنايا ثاني راني ضفت زوج كيسان غير ربع، ولا تقدر دير كاس ونص يعني على حساب. كما راكم تشوفوا معايا يعني نفس المقادير تاع السكر، يعني نفس الكيله اللي كاين بها السكر نكيلو بها الزيت. كما راكم تشوفوا معايا نضيفوا الزيت تاعنا تدريجيا، يعني نقعد نطلع بالباتير يعني ياخذنا شويه وقت هنايا، يعني من 3 دقائق ل5 دقائق يعني فقط، يعني حتى تشوفوا القوام تاعو يعني اختار. كما راكم تشوفوا نعرفوا السكر يعني والبيض نطلعوهم مع بعضهم مليح تختاروا، من بعد نضيفوا عليهم الزيت تدريجيا. انا هنا يعني ضفت حوالي 3 مغارف تاع خميره عفوا 3 مغارف تاع نشا. من بعد نضيف عليهم هنايا حوالي ملعقه صغيره تخميره فاني، ونضيف معاهم 4 اكياس تخميره كيميائيه يعني يعني تاع تخمير كل واحد يسميهم. نضيفهم كامل نغربلوهم، يعني من الاحسن انكم يعني تغربلوهم، يعني حش ما كاين فيها ولا كش ما كاين كل شيء يعني يحصل معنا. انا حتى ما تجيش معنا يعني حبيبات هذيك، يعني نغربلو كل شيء بالفارينه والنشا والاكياس تاع الخميره الكيميائيه والمغرف يعني تاع الفانيليا. يعني تقدروا تستعملوا هنايا فاني سائله، انا كانت عندي بودر. يعني نقعدوا نشوفوا الخطوه هذه راهي اساسيه، نضربوا من فوق لتحت، نزيدوا قرصه تاع الملح، وهي اهم حاجه ما تنساوهاش. يعني في الحلويات القرصه تاع الملح لازم تكون. انا كما راكم تشوفوا القوام يعني كيف رايح يكون قوامه يكون خفيف، ما يكونش ثقيل بزاف، تكون عاصي يعني باش يجي معنا خفيفه. ندهنوا الصينيه تاعنا بشويه تاع الزيت ومن بعد نصبوهم. انا هي تقدر تقول هذه كما نقولوا المقادير هذه تاع جينواز، تقدروا تستعملوها كجينواز وتقدروا تستعملوها. انا هنا درتها مسكوتشو. هنا كما راكم تشوفوا يعني خليت شويه عجينه بيضاء، ضفت لها 3 مغارف تاع كاكاو يعني حتى اللون تاعها الكاكاو البني مغربلين، ومن بعد نشيحوها مليح يعني باش نربيوها يعني فوق المسكوتشو تاعنا. انا هنايا عندي هنا مربى تاع المشماش، يعني حطوا اي مربى كان عندكم ندهنوها مليح. يعني بعد ما دخلناها طابت على 180 درجه، ما تديش معنا وقت يعني 10 دقائق دخلوا فيها الموس، لكن خرجتها يحسبوا يعني راهي طابت. هنايا كما راكم تشوفوا معايا راني دهنتها مليح. نعاود نجيب العجينه تاعي هذيك اللي لونتها يعني كما نقولوا بالكاكاو، نتوما تقدروا تستعملوها تلونها باي لون يعني كان عندكم. انا هنا حبيت نديرها كما نقولوا غير بالكاكاو، يعني حبيت ذوق تاع الكاكاو وحتى اللون. هنا نربيو يعني غير بلا راب نربيوها مليح، نحاولوا انه يعني نغطيو المربى تاعنا باش ما يتحرقش، وفي نفس الوقت يعني راهو ديكور يعني المسكوتشو تاعنا. انا حتى عمدتها نديرها كيما هكا، وانتم تقدروا تزيدوا لها اضافات يعني حلوى رقيقه، اي حاجه كانت عندكم هنايا مكسرات اي حاجه تقدروا يعني ترشوها فوق المربى تاعكم. هنايا يعني راهي جاهزه ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. والطريقه تاعنا اليوم وصفه خفيفه ظريفه في متناول الجميع. انا ينقصوها وما نقول لكم غير ان شاء الله يا ربي تجربوا الوصفه هذه، وما تنساوش تخليوا لي تعليق وتخليوا لي اشتراك، وما تنساوش يا ربي يعني التعاليق تاعكم هما يحفزوني وهما يخلوني اني يعني نحط لكم وصفات، وربي يقدرني على وصفات جديده. كما راكم تشوفوا هنايا يعني ما شاء الله هنا راه يعني شكون شوفوا خفيفه ظريفه، وزيد بزياده لاباط اللي ربينا من فوق تاع الكاكاو يعني جات مقرمشه والله يعني غير تاع حليب يعني.
كما قلت تاع حليب ما فيهاش، يعني تاع كاس حليب ولا بول تاع قهوه، الله الله مع مسكرشو كيما هكا. وانتي راكي يعني فكيتي روحك، تقدر ديريها نفسك، تقدر ديريها تسلكي بها روحك مع ضيافك. انا هنا يعني الكميه جاتني ما شاء الله، يعني درت صينيه تاع كويزينيير، يعني صينيه كبيره. هنا بورطمونجي كما راكم تشوفوا، يعني قصيتهم مربعات، نتوما قصوهم كما حبيتوا. ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم الوصفه تاع اليوم. وما تنساونيش قناتي صغيره بكم تكبر ان شاء الله، ويا ربي يوفقني ونحطكم وصفات واحده اخرى، ونعمل ملتقى ان شاء الله، ومع السلامه.